اعلم يا أخي إنه من دعا غير الله عز وجل أو استغاث بنبي أو بولي أو نظر أو ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر. ولو قال أنا مسلم بلسانه وأنا أحب الله، فالعبادة لا تصرف إلا لله وحده، ومن جعل فيها نصيبا لغير الله فقد نازع الله عز وجل في حقه الأعظم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال الله عز وجل يخبرنا عن مشركي مكة الأوائل عندما قالوا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن نتقرب إلى الله عز وجل به، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مشركين وكفرهم بنيتهم تلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله عز وجل فقد عبد غير الله عز وجل، ومن أشرك في الدعاء فقد أشرك في العبادة، وبذلك فقد سقط في أخطر ذنب يهلك صاحبه إن لم يتب منه. فيا من تدعو غير الله، يا من تظن أن الأولياء يسمعون أو ينفعونك أو يضرونك، في لحظة واسأل نفسك: من خلقك؟ من يراك الآن وأنت تدعو غيره؟ يا أخي، من يسمع أنين قلبه؟ هو الميت في قبره أم الله الحي القيوم الذي لا يموت؟ يا أخي، والله ما خلقنا إلا لنسجد لله عز وجل فقط. هو الذي أعطاك النفس الذي تتنفسه، فكيف توجه هذا النفس لغيره؟ الله عز وجل لن يقبل أن يشرك معه أحد. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فيا من أحببت الأولياء والأنبياء، أحبهم كما أمرك الله عز وجل، لكن لا تدعوهم ولا تستغيث بهم، استغث بالله وحده. تبع طريقهم، طريق التوحيد الخالص، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعين والسلف الصالح. واعلم يا أخي أن كل نبي وولي كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ارجع إلى الأصل، ارجع إلى التوحيد الخالص، ارجع إلى توحيد الله عز وجل بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد القادر الذي يرفعك وينصرك ويبدل حالك من الظلمات إلى النور، والله المستعان.